تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، لدرجة اللقمة اللي بتحطها في بق مراتك. إيه الكرم ده؟ آدي يا سيدي المجتمع العربي، المجتمع اللي كانوا بيقولوا عليه فيه بدو وفيه عرب ومعرفش إيه، اللي كانوا من 1431 سنة موجودين، بيعلمونا الاتيكيت والبروتوكول، بيعلمونا الأدب والرومانسية، بيعلمونا إزاي الواحد يتعامل مع مراته، إزاي يأكل مراته ببقها. مين فيكم أكل مراته في بقها؟ مين فيكم أكل مراته بإيديه؟ مين فيكم حافظ على هذا؟ ده كلام، ده دين، كلام بيتقال اهو من 1431 سنة. شوف النبي بيقول ايه، سيدنا رسول الله بيعلمنا ايه صلى الله عليه وسلم. بيقول بيقول له ايه، وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في امرأتك، الفي اللي هو الفم، حتى اللقمة اللي تجعلها في امرأتك، في امرأتك يعني في فم زوجتك، يعني انت مأجور عليها من الله، مثاب عليها من الله. يعني هذا كرم وعطاء، شيء عجيب. السيدة عائشة تقول كنت أتعرق العرق من اللحم. يعني ايه؟ كانت تجي تاخد حتة اللحمة كده، عرق لحمة كده تاكله خلاص، فيمسكها النبي صلى الله عليه وسلم من يدي فيأكل الموضع الذي أكلت منه صلى الله عليه وسلم، يروح واكل من مطرح ما كلت. وكنت أشرب الشربة، كانت تاخد الدورق المية ولا بتاع تشرب منه، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالدورق أو بالكوب فيشرب من الموضع الذي شربت منه. علشان بس يجي الناس بتوع القرآنيين وأعداء السنة يحاولوا يتهكموا على السنة، يقول لك أصل النبي كان يقبل عائشة وهو صائم. يا أخي أنت أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من أدب النبي؟ أين أنت من معاملة النبي لنسائه صلى الله عليه وسلم؟ إمام النبيين وقدوة الزاهدين وإمام الأتقياء الصالحين، إمام الرجال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام الرجال. الرجولة والكرامة والرقة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب والأخلاق والتحضر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف حتى اللقمة، شوف